شهامة المصريين موجودين يا أخي في كل مكان في العالم، وإن المصري معروف إن هو ابن بلد جوه مصر وبره مصر. المهم إن يوم 15 16 4 سلطنة عمان عندها عواصف وأمطار كتيرة ورياح شديدة. وزي ما احنا شايفين ده واحد مصري متواجد في سلطنة عمان. اللي مصوره واحد عماني كان ماشي بعربيته، لما شاف الموقف ده وقف وحب يوثق الحدث ده. وقد ايه من الفيديو اللي صوره اثبت ان في مصريين كتير موجودين كويسين وجدعان. وزي ما قلت لكم ان سلطنة عمان عندهم امطار وعواصف جامدة جدا، كل حاجة موجودة في الشارع بتطير. الشاب اللي انتوا شايفينه دلوقتي بيحط حجارة كبيرة على الصاج علشان ما يطرش، لان كلنا عارفين ان الصاج لو طار هيحصل مشاكل كبيرة قوي وممكن حاجات كوارث تحصل. فالراجل المصري قرر ان هو ينزل من عربيته ويثبت كل صاج بحجارة كبيرة علشان ما فيش حد من الناس اللي ماشية في الشارع تتأذى. بصراحة الراجل عمل موقف ايجابي ويشكر عليه. تحياتي للراجل الشهم المصري الشجاع.